السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في الوقت اللي مجموعة من المغاربة، مجموعة من الفنانين واقفين ومتضامنين مع سعد المجرد، مجموعة من الكاميرات والميكروفونات كيخرجوا يسولوا الناس على الرأي ديالهم في هادشي اللي وقع لسعيد المجرد ولبلادهم. هناك بالمغرب الدار البيضاء، بالنواحي ديال الدار البيضاء، لقاو بوليسي مقتول ومحروق ومرمي في قادوس وبالزي ديال الشرطة، بالتوني ديال الخدمة، بالكسوة ديال البوليس، بالرمزية ديال الأمن الوطني المغربي، لقاوه مقتول. أيا كانت ملابسات هذه الجريمة، تحقيق جاري، وراه وصلوا لواحد المجموعة من الخيوط اللي غتوصلهم للناس اللي داروا هذه الجريمة. عيب وعار أننا في المملكة المغربية نوصلوا لهذا النوع من الجرائم. جريمة شنعاء، جريمة بشعة، جريمة قصحات اللي ما عنده كبدة في المغرب. البوليس في المغرب ولا خصو بوليس يحضيح. الناس اللي واقفين مع سعد المجرد في المحنة ديالهم بغيت تسولهم سؤال: إذا سعد المجرد اغتصب ليك اختك ولا اغتصب ليك بنتك ولا اغتصب ليك وحدة من العائلة ديالك، واش غادي تبقى متضامن معاه؟ عزاؤنا لعائلة شهيد الوطن، الوالدة ديالو، الوالدين ديالو، مراته، لوليداته، وبالشفاء العاجل. الأخت ديالو عندها السرطان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.